السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الغاليين، يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل بتنجان بطريقة حلوة قوي. آه بلاش بقى الطرق التقليدية، يا اما البتنجان الرومي بنعمله مسقعة، يا اما بابا غنوج. احنا هنعمله بطريقة تانية وهنحشيه لحمة مفرومة معصجة. زي ما انتوا شايفين انا مسكت البتنجان اللي لقيتها كبيرة، قسمتها نصين وعملت لها قاعدة من تحت كده عشان نرصها في الصينية. واللي هي الحتة اللي النص اللي تحت هو عامل قاعدة لوحده كده. والمهم ان انا عمل قورت البتنجان زي ما انتوا شايفين كده، وشلت القلب مش هرميه. انا لسه هاخده اعمله حاجة تاني، اكمله في الوصفة تاني. انا خدت البتنجان كده بعد ما بعد ما قورته، نزلته في زيت غزير كده، و يعني بديله تشويحة كده. هفضل اقلبه على الجوانب كده، انا مش هحمره ولا حاجة، بس انا عايزاه يدبل شوية في الزيت كمان عشان ما يتهريش لما اكمل بيه الوصفة. فانا زي ما انتوا شايفين كده هفضل اقلبه شوية على كل جنب كده لحد ايه، لما البتنجان يدبل. كل يعني البتنجانة كلها كده تكون دبلت. بعد كده هروح مطلعاهم على المصفى. زي ما انتوا شايفين انا بقلبه بقى، واللي بلاقيها خلاص دبلت زي ما انتوا شايفين كده بشيلها على المصفى. بس انا بخليها بوزها كده لتحت عشان تصفي الزيت اللي فيها. انا عايزة يعني اقل يعني عايزه ما يبقاش فيه زيت خالص، يعني اقل كميه زيت تبقى فيه. فانا هحطه على المصفى كده، وانا مقلبه البتنجانه كده عشان يصفي الزيت كويس. هسيبه حبه حلوين عقبال ما ايه ما اتاكد اني ما فيهوش زيت. اهو كده زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. دلوقتي انا هخلص بقية الكمية. وهعمل ايه تاني؟ هاخد القلب بتاع اللي هو بتاع تقوير البتنجان ده، مش هنرميه ولا حاجة. انا خدته برضو كده نزلته في الزيت وفضلت اقلب فيه كده. اديته تشويحه برضو عشان يدبل ويطرى. لان انا هكمل بيه الوصفه، احطه مع اللحمه المفرومه وارجع احشي بيه البتنجان تاني. طبعا انا المصفى اللي صفيت فيها البتنجان انا شلت البتنجان في طبق ونزلت، بقيت اشيل بالمقصوصه بالشبكه بتاعه التحمير دي. زي ما انتوا شايفين كده بقيت اشيل القلب بتاع البتنجان كده. وانا احطه في المصفى زي ما انتوا شايفين. لما ايه سبته برضو شوية حلوين لما صفى الزيت اللي فيه خالص عشان نقلل بس كمية الزيوت اللي موجودة. دي بقى عندي كده شوية لحمة مفرومة معصجة. انا بحب احط لها للحمة المعصجة، بحب احط لها صلصة زي امي الله يرحمها كانت بتعملها كده. وكانت يعني تقولي الصلصة بتدي تسكيرة كده للحمة المفرومة. فانا خدت القلب البتنجان اللي انا قليته زي ما انتوا شايفين، صفيته كويس على المصفى. خدته بقى على اللحمة المفرومة، بقلبهم مع بعض كده. ادخلهم في بعض عشان هحشي بيه البتنجان. هحط لهم بقى كمان شوية فلفل اسود وشوية ملح واقلبهم. تلاحظوا انا ما حطيتش سمنه ولا حاجه، واكتفيت بالزيت اللي البتنجان اتقلى فيه. وطبعا اللحمه المعصجه كان محطوط لها لحمه، اللحمه المعصجه كان محطوط لها سمنه قصدي. اللحمه اللحمه محطوط لها لحمه. الواحد بيتلخبط بس عشان ما نمشي كويس. فاللحمه المعصجه طبعا انا حاطه لها زيت. استغفر الله العظيم يا رب. انا حاطه لها سمنه، فركزوا معايا، مش انا اللي هركز، ركزوا معايا. حاطه لها سمنه. فانا حبيت بقى ان انا اقلل الدهون. فصفيت البتنجان زي ما قلت لكم في الاول من الزيت كويس، وقلب البتنجان برضو صفيته كويس. فانا قلبتهم كده مع بعض، اللحمه مع قلب البتنجان، وحطيت لهم ملح وفلفل. هبتدي بقى كده احشي البتنجان زي ما انتوا شايفين، وهرصه في الطاسه الصغيره، الطاسه الصغيره اللي موجوده دي. انا مش عامله كتير عشان ايه يعني الاكل يخلص بسرعه، مش يعني كل يوم نعمل حاجه جديده. الاكل اللي بيتبقى العيال بيطلعوا عيننا عشان يرضوا ياكلوه، حرام نرميه في الزباله. ف فاحنا نعمل كميات قليلة عشان ما نرميش حاجة في الزبالة زي ما قلت لكم. دلوقتي بقى انا حشيت كده
البتنجان بقلب البتنجان واللحمة المفرومة. ووريكم دلوقتي الجبن دي جبنة موتزاريلا وجبنة شيدر. الجبنة الموتزاريلا دي اللي انا عاملاها من الجبنة القريش. ساعة ما قلت لكم انا من 3 خرط جبنة حوالي كانوا 300 جرام، انا عملتهم جبنة موتزاريلا وحلوة قوي زي ما انتم شايفين اهي. يعني انا شايلاها في الفريزر بطلعها ابشر منها، بتمط وحلوة قوي جميلة. أنا دلوقتي حطيت على كل بتنجانة مغرفة من الصلصة، وبعدين الصلصة دي أنا كنت معصجاها وحط لها مغرفتين شوربة، فحطيت لكل بتنجانية كده مغرفة. بعدين حطيت الجبنة الموتزاريلا والجبنة الشيدر زي ما انتم شايفين. بقية الصلصة هنزلها حوالين البتنجان عشان يكمل سوا. هي كده هدخلها بعد ما اخلص بقى وانزل الصلصة عليها، هنزلهم في ادخلهم الفرن. مش هياخدوا وقت كبير لان كل حاجة مستوية. البتنجان مستوي واللحمة المعصجة مستوية، وكل حاجة في الصينية دي مستوية. فهتاخد حوالي كده نص ساعة في الفرن. انا حطها تحت على نار هادية، وبعد كده بفتح الشواية من فوق عشان بس ايه وشها يتحمر. بس طلعت جميلة وطعمها حلو قوي، والولاد حبوها وكلنا منها. طعمها حلو قوي. ويعني عايزاكم تجربوها، وما تنسوش اللايك والتعليقات الحلوه. بصوا بقى، دي انا كان نفسي اصور لكم الصينيه كلها بعد ما طلعت، بس العيال غفلوني وانا مش فاضيه، ما خدتش بالي وغرفوا منها، فدول اللي لحقتهم صورتهم. يعني طعمها جميل قوي قوي. جربوها قولوا لي رايكم، وما تنسوش اللايك، ومع السلامه.